السلام عليكم. النهارده هنعمل فراخ مشويه في البيت، تغيير شويه عن اللحوم بقى، لسه طالعين من العيد ولحمه على طول. فقلنا نغير نعمل فرخه كده نشويها في البيت. وهنعمل برضو وصفات للحوم قريب، يعني الايام الجايه دي هنعمل وصفات كتير للحمه. بس قلنا نغير النهارده كده ونعمل فرخه مشويه في البيت. انا هنا الفرخه دي غسلاها كويس جدا ونقعها في محلول ملح، حط لها ملح وسكر، وحط لها في الميه ليمون وطحينه. وبسيب الفراخ فيها مثلا حوالي ساعة ولا حاجة، بتضيع اي ريحة زفارة، بتخلي الفراخ عندك نظيفة جدا، ما فيهاش اي دم، ما فيهاش اي حاجة خالص. بقطعها نصين كده زي ما شفتوا. بعد كده بعمل فتحات في اللحم كده، في الفراخ لازم اوصل العظم كده، وانا بقطع فيها بعمل الفتحات دي بوصل ليها للعظم كده، بتأكد ان انا وصلت لها للعظم، علشان لما اتبلها التتبيله تدخل جواها كويس قوي. وفي نفس الوقت عشان لما تستوى ما تبقاش في حتت بقى مدممه في الفراخ ولا حاجه، لا هتلاقيها بيضه نظيفه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. انا فتحتها كلها هي. بصوا بتاكد ان هي الفتحات واصله عندي لحد العظم اهي. بصوا بوريكم انها فتحتها، الفتحات بتاعتها عامله ازاي. بعد كده هعمل لها بقى البهارات بتاعتها، التتبيله بتاعتها. انا هنا حطيت لها حوالي معلقه وربع ملح، وهحط لها بهارات فراخ. البهارات دي انا جايباها من صفحة على الفيسبوك اسمها بهارات الشرق. آه، بصراحة بهارات حلوة قوي ونظيفة وجميلة ومضمونة جدا. وتحسي ان البهارات بتاعتهم كأنهم محمصينها كده وبعد كده طحنينها. الكمية بتاعتها ما شاء الله كويسة قوي، رغم ان انا جايبة ال50 جرام. العبوة يعني بتاعتها 50 جرام، بس ما شاء الله الكمية فيها حلوة قوي. انا عندي من قبل العيد وما زالت لسه قاعدة يعني فيها يعني كمية كويسة يعني. انا هنا حطيت بهارات فراخ وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وحطيت بهارات سبعة، وحطيت البهارات شيش طاووق، وحطيت فلفل اسود، وحطيت لها كزبرة ناشفة، وحطيت معلقة كبيرة دي برضو من بهارات الشرق كركم وكاري. هنا انا عندي المفروض بحط لها زبادي، بس انا ما كانش عندي فانا حطيت لها لبن. لما بيكونش عندي زبادي بحط لها لبن عادي. حطيت كوباية لبن وعصرت عليها ليمونية، وهحط عليها معلقتين خل. هيبقى زي شبه الرايب بالظبط، هتلاقي اللبن ده بقى شبه الرايب بالظبط. بصوا لو هتلاحظوا انا بقلبه بصوا القوام تقيل ازاي. هحط بقى عليها البهارات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، اللي انتوا شفتوها معايا دلوقتي، وهقلبها كويس قوي. وهحط لها كمان معلقتين عسل. العسل حلو قوي في تتبيله الفراخ واللحوم المشويه والفراخ المشويه، بتبقى التتبيله فيه حلوه قوي. لما بتحطي معلقتين عسل كده في التتبيله بتخلي لك طعم الفراخ او اللحمه، بتوديها في حته تانية، ما بتسكرهاش ولا اي حاجه. بتبقى طعمها حلو، وفي نفس الوقت بتسرع في سوى المشويات بتاعتك. انا هنا حطيت البهارات اهي عليها وهقلبها كويس قوي، واتاكد انها كلها اتقلبت كويس قوي. وبعد كده هبشر بصلايه كبيره وطماطميه كبيره وهنزل بيها برضو على التتبيله بتاعتي دي. بتخليها طعمها حلو قوي، البصل والطماطم معاها المبشورين دول بيخلوا طعم التتبيله للفراخ جميله. هنزل بقى بالفراخ عليها وهتبل فيها، وهتاكد ان انا بدخل في الفتحات دي كويس قوي التتبيله بتاعتي. لازم اخليها تتشرب كويس قوي في التتبيله دي. انا الصراحه ما قعدتش معايا حوالي نص ساعه وشويتها، يعني كنت مستعجله عليها فما قعدتش معايا نص ساعه، انما هي كل ما بتقعد في التتبيله بتبقى حلوه. ومع ذلك والله طلعت جميله جدا وتتبيلتها حلوه قوي وشاربه من التتبيله كويس قوي. بس هي كل ما بتقعد في التتبيله بتبقى احسن يعني. هنعمل شويه مكرونه كده بصلصه جنبيها. فانا هنا قطعت بصلتين والزيت زي ما شفتوا كده، شويه ملح وفلفل اسود، وحطيت عليها الطماطم عصراها ومصفياها. الطماطم عصرتها وصفيتها، بضرب معاها قرن فلفل وبحط حته تومه مع الطماطم، جربوها هتعجبكم قوي. وحطيت هنا برضو على الصلصه ملح وفلفل اسود، شويه كمون، شويه بابريكا، وشويه توم باودر وبصل باودر ومكعبين مرق للي بيحبها. هنا هنحط بقى الفراخ عشان نشويها. انا سخنت الجريل كويس قوي، وبعدين حطيت لها زي معلقتين زيت كبار كده عشان ما تلزقش مننا. وبعدين بنزل بالفراخ، ولازم تكون سخنه حلوه قوي الجريل بتاعك والزيت بتاعك، يعني زي ما انتوا شايفين كده عشان ما تلزقش منك، هتطلع تتقلب معاكي بسهوله. وهقفل عليها الجريل وهسيبها شويه كده
تاخد صدمة على النار العالية، وبعد كده بهدي النار عليها. هنا كنت قلبتها على الوش التاني، على الجنب التاني، بسيبها بقى بهدي عليها النار خالص براحتها خالص. اول ما بتبدأ تدخل معايا في السوا، بقطع لها كده شوية بصل، للي حابب برضو، اللي مش حابب يعني براحتكم، بس هي البصل بيبقى متكرمل معاها كده مع الفراخ، فبيدي طعم حلو قوي مع الفراخ يعني. قطع لها كده شوية بصل جوانح كده، وهحطه مع الفراخ، مع كام قرن كده فلفل هنشويه معاها، هيكمل السوا مع الفراخ يعني. هي كده دخلت يعتبر نص سوا الفراخ معانا. حط لها كام قرن فلفل كده يتشوى معاها، زي ما انتوا شايفين كده. يبصوا قربت خلاص، هي نص سوا كده. هحط الفلفل وهغطي عليها برضو، مهديه النار خالص، وهسيبها براحتها. هنا كنت طبعا خلاص اتشوت معانا وخدت اللون الحلو ده. هحط لها بقى، ولعت لها فحمايه عشان تاخد ريحه الشوي بقى، عشان تبقى فراخ مشويه صح بقى. وهنحط لها معلقه زيت كده على الفحمه، وخلاص هقفل عليها، وهي كده تمام. هنا كانت خلاص اكلتنا خلصت. الفراخ كنت غرفتها، وعملنا المكرونه، عملت شويه سلطه خضراء، حمرت بطاطس، وعملت شويه سلطه الطحينه. هنا بس التصوير كان بعافيه شويه، بس هي والله كانت تحفه، كانت حكايه بجد. بصوا هوريكم هنا كمان، انا همسك لكم الفراخ. بصوا عند السد، بصوا مستوي ازاي. وهنا الورك يعني طلع بسهوله كده اصلا. خلاص، بألف هنا.